الإشارة دي في أمريكا معناها أوكي، وفي فرنسا معناها صفر، وفي البرازيل وتركيا معناها إهانة. كمان الإشارة دي معناها في أمريكا علامة النصر، وفي إنجلترا واستراليا معناها إهانة. النهاردة هتعرف أشهر 3 إشارات عبر الثقافات، وإزاي نفس الإشارة ممكن تبدأ مشكلة أو تنهي صداقة. الإشارة الأولى وهي إشارة الدايرة، وزي ما قلنا ابتدت في الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل القرن ال19. ساعتها كان في موجة من الجرايد والصحف الأمريكية إن هم ياخدوا اختصارات بعض الجمل الشائعة ويعملوها في هيئة حروف. وفي أصل الكلمة أوكي، واختلفت الآراء في الموضوع ده. إزاي؟ كان في فريق بيقول إن أصل الكلمة دي جاي من كلمة all correct بس اتكتبت بخطأ إملائي وهو all correct بالأو. وفي فريق تاني كان بيقول إن أصل الكلمة دي جاي من عكس كلمة نوك أوت أو كي أو. وفي نظرية تالتة بتقول إن الكلمة دي جاية من كلمة أولد كيندر هوك، وده محل ميلاد رئيس أمريكي اتولد في القرن ال19. ففي أمريكا معناها أوكي، وفي فرنسا معناها صفر، وفي تركيا والبرازيل معناها إهانة، أما في اليابان فمعناها فلوس. والنوع الثاني من الإشارات وهو إشارة الإبهام. إشارة الإبهام في استراليا وأمريكا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وسنغافورة ليها 3 معاني. المعنى الأول هو إن شخص متطفل عايز يركب الأتوبيس ببلاش، فبيقف في نص الطريق وبيعمل الحركة دي عشان الأتوبيس يقف له ويركب ببلاش. المعنى الثاني هو معناه أوكي أو تمام. المعنى الثالث لو رفع الإبهام بقوة لفوق معناها إهانة صريحة. وفي دولة زي اليونان بيعملوا الحركة دي بس بيحركوا الإبهام بتاعهم لقدام، وده معناه إهانة صريحة جدا. فلو انت هناك ما تعملش الحركة دي خالص. وفي فرق ما بين الأوروبيين ودول الشرق الأوسط في طريقة العد. فالأوروبي بيعد من أول الإبهام بيبدأ ب1 2 3 4 5. أما في دول الشرق الأوسط أو إحنا كعرب أو بعض دول الشرق الأوسط وبعض دول آسيا بيعدوا بداية من السبابة 1 2 3 4 5. فالإبهام هو أقوى صابع في كف الإيد، عشان كده بيستخدموه في التعبير للسيطرة والاستعلاء. عشان كده برضو لما تلاقي حد عاوز يبين سيطرته أو قوته فبتلاقي حاطط في إيده في جيبه بس رافع الإبهام بتاعه ومخرجه بره الجيب بتاعه. وقبل ما نروح للنوع الثالث من الإشارات، لو المحتوى ده فادك ما تنساش تشترك في القناة، وكمان اكتب لي في الكومنتات الإشارة دي معناها إيه في بلدك. ودي الإشارة الثالثة، إشارة حرف الفي، وليها فرق مهم جدا حسب اتجاه كف الإيد. يعني لو كف الايد لبره بالمنظر ده بتتفهم بحاجه، ولو كف الايد مقلوب بالمنظر ده بتتفهم بمعنى تاني خالص. ازاي؟ يعني عندك مثلا وينستون تشرشل في الحرب العالميه الثانيه كان بيعملها كده، وده دليل على علامه النصر. لكن لما كف الايد بيتقلب لجوه بالمنظر ده ففي انجلترا وفي استراليا كانت بتتفهم على انها اهانه. وكمان في قصه تاريخيه ورا الموضوع ده. زمان رماة الاسهم الانجليز كانوا بيستخدموا الصباعين دولت ان هم بيسحبوا السهم وبيرموه، فلما كانوا بيتاخدوا كأسرى ما كانوش بيعدموهم ولكن كانوا بيقطعوا الصباعين دول. ومع الوقت الإشارة دي اتحولت لرمز للتحفيز في المعارك، وبقى الجندي الإنجليزي يظهرها للعدو كرسالة منه بتقول أنا لسه عندي صباعين وقادر أحاربك. كمان في بعض أجزاء من أوروبا الحركة دي بكف الإيد للداخل بتتفهم على إنها علامة النصر. فلو انت مثلا لو في شخص انجليزي عاوز يهين شخص الماني وعمل له الحركه بالطريقه دي فالالماني هيفهمها ان هو كسب جايزه. اما لو مثلا في مقهى فبعض اجزاء من اوروبا برضو نفس الاشاره دي بتتفهم على انها رقم 2. فلو انت قاعد في قهوه اوروبي ولا حاجه وعملتها للنادل فانت كده مش بتهينه، ولكن الجرسون دوت هيفتكر ان انت عايز كوبايتين قهوه منه مثلا. كمان الموضوع مش مقتصر علينا احنا كاشخاص عاديين خالص، لا ده كمان الخطا ده بيقع فيه رؤساء دول. يعني عندك مثلا رئيس زي جورج بوش كان بيعمل علامة قرنين الثور بإيده، وده شعار كرة القدم في تكساس. بس طبعا الأمريكيين ما عندهمش جوازات سفر ودايما مفكرين إن شعوب العالم كلها بتفكر زيهم. فلما جورج بوش سافر إيطاليا وعمل الحركة دي بإيده الشعب الإيطالي افتكرها إن هو بيهينهم، لأن الإشارة دي معناها إهانة فاحشة جدا في إيطاليا وبتستوجب السجن. طب خليني أخدك معايا لسؤال سريع، هل اللمس مقبول أثناء الكلام ولا لأ؟ الإجابة بتختلف على حسب البلد اللي انت فيها. يعني مثلا في فرنسا وفي إيطاليا اللمس دوت مقبول جدا بالنسبة لك عادي أو بالنسبة لهم عادي. أما في إنجلترا ما بيحبوش اللمس، بس في مواقف معينة اللمس فيها بيبقى مقبول. زي إيه؟ مثلا لما لاعب كرة القدم وبيبقى فيه جمهور واللعيبة بتستلم جوائز أو بتسلم على بعض فبتلاقيهم بيسلموا وبيحضنوا بعض عادي جدا. كمان في أوضة اللبس بيعملوا نفس الحركة، بس بمجرد ما بيبعدوا عن ساحة اللعب بيرجعوا تاني لسياسة عدم اللمس. وكمان في باحث اسمه دكتور كين كوبر، الباحث ده عمل دراسة لعدد اللمسات في الساعة الواحدة، ولقى ان في فرنسا بيلمسوا بعض 110 لمسة في الساعة، وفي فلوريدا بيلمسوا بعض مرتين، في انجلترا 0.
ودي قائمة بالدول اللي انت ما ينفعش تلمس فيها شخص وانت بتكلمه، ودي قائمة تانية بالدول اللي انت ممكن تلمس فيها الشخص عادي. فالخلاصة لو انت مسافر دولة اجنبية حاول تقلل من لغة الجسد بتاعتك على قد ما تقدر، وان انت تراقب، الافضل ليك ان انت تراقب الناس بتتصرف ازاي. وكمان يعني حاجة بتساعدك شوية هو انك تتفرج على الافلام بتاعتهم بس من غير صوت ومن غير ترجمة، وحاول تقرا الحوار اللي موجود، وبعد ما تخلص ابتدي شغل الصوت والترجمة تاني وقارن اللي انت قريته قبل ببعد. وكمان راعي كويس جدا الاختلاف الثقافات او الخلفيه الثقافيه عند الشخص اللي قدامك، لان انت اشاره واحده ممكن تعملها ممكن تتسبب لك في احراج او تحطك في موقف مش كويس. ولو انت بتسافر دول اجنبيه كتير فانصحك ان انت تقرا كتاب دوز اند تابوز اوف بودي لانجويج اراوند ذا وورلد للكاتب روجر اكستيل، اللي بيتكلم فيها عن كيفيه التعامل مع الناس في مختلف الثقافات. انا امير، شكرا انك وصلت للاخر، ولو المحتوى عجبك ما تنساش تشترك في القناه. شكرا، سلام.